بدأت ألاحظ من أول أسبوع أو أول كام يوم ليا في المسجد، ما ببدأ أخش في الصلاة على طول في وشوش بتقعد تتشكل قدامي على الموكيت بتاع المسجد، يترسم أو يتشكل وشوش غريبة ملهاش أي علاقة بالبني آدمين خالص، تبقى عينيهم كبيرة على طول، وشهم بتبقى طويلة، كلهم بيضحكوا ضحك هستيري، كلهم بيبقوا باصين لي في عيني، يعني مش لاقي حل للموضوع ده ومش لاقي تفسير. فهل حد يعني يعرف حاجة زي دي؟ ما تقلقش يا حبيبي، اوعى تسمع لحد يقول انت عندك سحر او معمول لك عمل، خصوصا ان انا لقيت في التعليقات ناس كتير بتعاني من نفس المشكلة اللي عند اخونا. المشكلة اللي عندك دي ظاهرة بتيجي كتير من الناس، وهي ليها تفسير علمي وطبي. لو انت بحثت كده وكتبت اسم البرودوليا، ان شاء الله اكون نطقت اسمها صح، هتلاقيها ان هي بتحصل كتير للناس او لناس كتير بتحصل لهم. ممكن كتير مننا لما يبص للسماء يلاقي اشكال معينة، لما يبص لاي حاجة مزخرفة يلاقي اشكال معينة. هو ده نفس اللي بيحصل لك، دي ظاهرة ليها تفسير طبي وعلمي اسمها البرودوليا. المهم انت مش مسحور ولا معمول لك عمل ولا ده من فعل الجن ولا الشياطين ولا الكلام ده. طيب نعمل ايه بقى؟ ما تبصش على حاجة فيها زخارف وحاجة فيها خطوط، انا قصدي وانت بتصلي مش عموما، ما اقدرش اقول لك ما تبصش عموما. عشان كده النبي صلى الله عليك يا رسول الله وتشريعنا كله جميل. النبي لما دخل عند ام المؤمنين عائشة ولقاها حاطة ستارة فيها خطوط فيها زخارف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أزيلي عنا قرامك فإنها قد ألهتنا عن صلاتنا أو شغلتنا عن صلاتي. برضو كان في واحد من الصحابة ادى للنبي ثوب فيه خطوط كده، فالنبي نزعها كالكاره وقال ردوها إلي فإنها قد ألهتني عن صلاتي. أصلا الزخرفة الزيادة دي، وده اللي احنا بننصح بيه أهل المساجد، لما تجيب سجادة وانت نفسك لو انت بتصلي لوحدك، لما تجيب سجادة صلاة ما تقعدش تجيب سجادة فيها زخارف وفيها أشكال وفيها بتاع، دي تلحس لك عقلك، دي تشغلك عن صلاتك. طيب انت دخلت مسجد والسجادة بتاعته كان فيها الخطوط، هتعمل ايه؟ بص قدامك ما تبصش على السجادة. ايه ده صلاتي تصح؟ صلاتك تصح. عند المالكية اصلا، عند الفقه المالكي يجوز للإنسان أن ينظر أمامه ولا ينظر موضع سجوده، واستدلوا على ذلك أن الصحابة لما سئلوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في صلاة السر يعني؟ قالوا نعم. قالوا كيف عرفتم؟ قالوا باضطراب لحيته. فقالوا ان الصحابة كانوا بيبصوا على ظهر رسول الله وهم بيصلوا، فده دليل الانسان يبص قدامه. طبعا الجمهور قالوا ان احنا نبص موضع السجود. على العموم انت عندك مشكلة دلوقتي ان انت لما تبص للمكان سجودك بيبقى قدامك سجادة فيها خطوط، بتقعد تتخيل اشكال بتشغلك عن صلاتك. خلاص بص قدامك وصلاتك صحيحة والثواب بتاعك كله جاي لك وكامل بإذن الله. النهاية ان اي حد بيعاني من المشكلة دي ما يخافش، اوعى تروح لحد يقولك انت عندك سحر معمول لك عمل ويستغلك عشان ياخد منك قرشين او يستغلك في حاجة معينة. القصة ليها تفسير علمي وطبي وحلها شرعا انا قلته. بص قدامك، ما تبصش موضع سجودك. لما تدخل مسجد، اهل المساجد يجيبوا سجاجيد ما فيهاش زخارف، ودي السنة بتاعتنا. لما تجيب سجادة صلاة تجيب سجادة سادة، لونها سادة مش فيها زخارف. بس كده، السلام عليكم. يا رب الفيديو ده يوصل للشاب ده ويوصل لكل الناس اللي بتعاني من المشكلة دي. السلام عليكم.